وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن المكرونه التركي بالميت بولز، كرات اللحمه. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا طاجن المكرونه ازاي. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هنحط عليه بصلايه مبشوره، وعندي بضايه، وعندي معلقه من البيكنج باودر عشان البيكنج باودر بيخلي الكفته بتاعتي هشه ومش مكتومه، وعندي معلقتين كبار من البقسماط، وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي ملح وفلفل والسبع بهارات وتوم باودر وبصل باودر. هنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لحد اللحمه بتاعتي ما تتسمخ كويس جدا معايا، وهنبتدي نكورها كور مش كبيره ومش صغيره. طبعا اللحمه لازم تتسمخ حلو جدا عشان خاطر واحنا بنحمرها في الزيت او في السمنه على حسب ما بتستخدمي، يعني ما تفكش مننا. هنبتدي بقى نكور الكفته بتاعتنا. هي كده حلوه قوي. هنخلص بقى كل الكميه اللي معايا دي وهنبتدي بقى نحمرها. عندي طاسه على النار فيها شويه من الزيت، هنبتدي ننزل بقى بالكفته بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحمرها. شايفين الكفته بتاعتنا؟ بسم الله ما شاء الله، ما فيهاش ولا واحده فكت. هنبتدي بقى، هي كده خلاص اتحمرت وخدت اللون اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اطلعها من الطاسه. مكان ما حمرنا الكفته هننزل بفصين من الثوم. بعد كده هنزل بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ملح وفلفل عشان نظبط طعم طبعا المكرونه. انا بحب الفلفل الاسود كتير في المكرونه. خلي بس الطماطم تاخد بس غلوه معانا كده. وهنزل بمعلقتين كبار من الصلصه. بعد الطماطم بتاعتي ما اخدت تسبيكه كده معايا حوالي 5 دقايق، هبتدي بقى انزل بالصلصه. تاخد وتدي مع بعضها كده برضو دقيقتين بالظبط، وهبتدي بقى انزل بالكفته بتاعتي. بعد كده هنزل بقى بالكفته. بسم الله. بعد كده هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي، اي نوع مكرونه تحبيه. وهضيف عليها شويه من الفلفل الالوان. الفلفل الالوان انا حطيته في الاخر عشان انا مش عايزاه يدبل معايا في المكرونه، عايزاه يبقى مقرمش كده وحلو. وهنبتدي بقى نقلب كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المكرونه عندي مستويه والكفته مستويه، يا دوب هندخلها بس الفرن 10 دقايق او 8 دقايق بالظبط وهنطلعها على طول. عندي بقى الطاجن بتاعي، هبتدي اغرف فيه المكرونه. طبعا لو حابه تضيفي زيتون او حابه تضيفي جبنه برضو بتبقى جميله جدا، بس انا عملتها لكم يعني باسهل طريقه. وصفه سهله وبسيطه سريعه جدا. هنجيب بقى العجينه بتاعتي وهنحطها كده. طبعا العجينه دي سهله جدا، انا عملتها قبل كده عندي على القناه. دقيق وميه ورشه ملح بسيطه، وهنبتدي نقفلها كده على الطاجن.
بعد ما قفلت العجينه بتاعتي على الطاجن هنبتدي بقى ندهن الوش بتاعها كده. احنا ممكن طبعا ندهنها بصفار بيضه بشويه لبن او بنسكافيه، بندوبه كده في شويه ميه، بس انا هنا حطيت شويه ميه عليهم شويه من الكركم، بيدوا لون حلو جدا للعيش. طبعا لازم ندهن العيش بتاعنا من على الوش باي حاجه علشان خاطر يدينا لون حلو. بعد كده هضيف بقى على الوش شويه سمسم، عليهم شويه من حبه البركه، وهندخلها بقى الفرن. هولع عليها من تحت ومن فوق لمده 8 ل 10 دقايق وهنطلعها على طول. كده يا حبايبي احنا طلعنا الطاجن بتاعنا من الفرن. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله جميل جدا. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.